يعتقد البعض أن الانتصار في المعركة يعتمد على قدرة الأطراف على حشد القوات، الطائرات، الدبابات، الصواريخ، ولكن من يتبنى هذه الفكرة هو مخطئ تماما، لأنه ينسى العامل الحاسم والأهم على أرض المعركة، ألا وهو المعرفة. فمن يمتلك القدرة على تحديد الأهداف ويمتلك التقنية التي تساعده على تحديدها وضربها هو الذي يمتلك الأفضلية على الأرض والأقرب إلى الانتصار. نستعرض اليوم داخل استوديوهات الحرة الطائرة F-35 والتي وصفها الجنرال جون ديفيد نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية بأنها تقتل كل شيء. هي من الجيل الخامس للطائرات الحربية المقاتلة وتتميز بخصائص فريدة من نوعها. تصل تكلفتها إلى 122 مليون دولار، واستغرق تطويرها أكثر من 25 عاما من التجارب والتصاميم. شعار الطائرة F-35: أول من يرصد، وأول من يطلق الصواريخ، وأول من يقوم بالإسقاط. تحلق على ارتفاع 50,000 قدم وتصل سرعتها إلى حوالي 2000 كيلومتر في الساعة، مزودة برادار خارق يتعامل مع 20 هدفا في أقل من ثوان 10 وفي آن واحد. تمتاز بقدرة التخفي عن أجهزة الرادار، ولديها القدرة على تفادي المضادات الأرضية أيضا. هذا ليس كل شيء، هناك المزيد. الخوذة التي يرتديها طيار الإف 35 تمكنه من رؤية جميع ما يدور من حوله بتقنية ال 360 أو بتقنية محيط 360 درجة، وكأنه هو جسم الطائرة. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد جميع ما يحيط بالطائرة من أعداء وحتى أصدقاء، سواء كانوا في الجو أو على الأرض، من خلال الكاميرات والمستشعرات. أتريدون المزيد؟ اتبعوني. الأنظمة على متن هذه المقاتلة هي الأكثر تطورا، لم يسبق لها مثيل في أي مقاتلة جوية في التاريخ، فهي تتلقى المعلومات من شبكة الطائرات المرافقة لها أينما كانت، ومن طائرات الإنذار المبكر مثل طائرة USAF E-3 Sentry، ويصل محيط كشفها للمخاطر إلى أكثر من 650 كيلومترا. إضافة إلى كل ذلك، فإن سرب مقاتلات الإف 35 يستقبل المعلومات من شبكة الأقمار الاصطناعية والتي تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء ضمن منظومة تعرف باسم Space Based Infrared System. هذه المنظومة تقوم بتصوير سطح الأرض باستخدام تقنية التصوير الحراري لرصد أي تحركات للعدو. فهذه المنظومة قادرة على رصد أي تغيير بسيط في الحرارة على سطح الأرض، مثل إطلاق صاروخ أو حتى تشغيل محرك طائرة، لتقوم بتحديد موقعه على الأرض ومن ثم إرساله إلى منظومة الدفاع، والتي بدورها تقوم بإرساله إلى طائرة الإف 35 لتقوم باللازم. مقاتلات F-35 الأحدث في العالم كانت قد نفذت أولى عملياتها القتالية مطلع مايو في العراق، عندما أغارت مقاتلتان من هذا الطراز على وادي الشاي جنوب محافظة كركوك، مستهدفة شبكة أنفاق محصنة لتنظيم داعش ومخزن أسلحة في جبال حمرين. ووفقا للجيش الأمريكي جاء هذا الإعلان عن هذه العملية. أما فيما يتعلق بآخر المعلومات عن عمليات وصفقات الشراء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان بأن اليابان تنوي شراء 105 طائرة مقاتلة من طراز F-35. كان هذا استعراضا لأبرز ما يمكن أن تقوم به هذه المقاتلة الفريدة في العالم، وكل هذا بيض من فيض.